كتير من الأمهات والآباء اشتكوا إن طفلهم عنيد، لكن الحقيقة إن العناد ده أحيانا بيكون علامة إن الطفل عنده شخصية قوية وبيحاول يثبت نفسه. المشكلة مش في الشخصية، المشكلة في طريقة التعامل. أول حاجة لازم أفهمها، إيه سبب العناد؟ الطفل ممكن يعاند بسبب إيه؟ كثرة الأوامر طول اليوم، إنه عاوز يلفت الانتباه، التقليد للكبار، الشعور إنه مش مسموع، التعب أو الجوع أو الضغط، أو لأنه اكتشف إن العناد ده بيجيب نتيجة وبينفذ له كل أوامره. في أخطاء بقى بنرتكبها بتزود العند عند الطفل، زي الصراخ والعصبية، الضرب أو الإهانة، كثرة التهديد، الدخول في معركة قوة مع الطفل، تنفيذ كل طلباته بعد بكائه، لأن الطفل بيتعلم لو زنيت شوية هاخد اللي أنا عاوزه. طيب الحل دلوقتي أعمل إيه؟ الحل إني أدي الطفل اختيارات، بدل ما أقول له البس ده دلوقتي أو البس دلوقتي، أقول له تحب تلبس التيشيرت الأحمر ولا الأزرق؟ لما الطفل يحس إنه له رأي مقاومته بتقل وبيحس إنه قراره في الآخر. تاني حاجة أستخدم الهدوء، كل ما الكبار علوا صوتهم الطفل بيتمسك أكتر برأيه. الهدوء بيكسب أكتر بكتير من العصبية. تالت حاجة، وضع قوانين واضحة وثابتة، مثلا وقت النوم ثابت، وقت الموبايل محدد، ممنوع الضرب. المهم بقى إن احنا نثبت على القوانين دي، مش ينفع يوم ويوم لا، ووقت اوافق ووقت لا. رابع حاجة، أمدح السلوك الجيد فورا، لازم أعمل له عملية تعزيز حتى لو الحاجة دي بسيطة. عجبني إنك سمعت الكلام بسرعة، أنا فخورة بيك. الطفل بيكرر السلوك اللي بياخد عليه اهتمام أكتر وتقدير أكتر. خمسة بقى، ودي مهمة جدا، اختاري معاركك، مش كل حاجة تستاهل شد وعصبية، وعلى الكبيرة وعلى الصغيرة. أحيانا لما بنتجاهل بعض التصرفات البسيطة بيقلل العند جدا، ونركز على الحاجات المهمة. سادس حاجة، كوني قدوة، لو الطفل شايف إن الكبار بيتعصبوا وبيرفضوا يسمعوا لبعض أكيد هيقلدهم لأنه بيقلد تلقائي. رسالة بقى مهمة للأهل، الطفل العنيد مش طفل سيء، هو طفل محتاج احتواء وحدود واضحة. في نفس الوقت الطفل العنيد مش طفل سيء، هو طفل محتاج احتواء وحدود واضحة في نفس الوقت. ولو عرفنا نوازن بين الحزم والحب، العناد ده بيتحول لشخصية قوية وواثقة، وممكن كمان يكون شخصية قيادية في المستقبل. واحب اقول لك في الاخر اني بدل ما نسال ازاي اكسر عناد ابني، الافضل نسال ازاي اوجه شخصيته بالطريقه الصح، لان الطفل العنيد النهارده ممكن يكون شخص ناجح وقائد بكره لو اتعلمنا معاه وتعاملنا ازاي بالطريقه الصح.